سبونج بوب من أكتر المسلسلات اللي فيها ألغاز ممكن تقابلها، بس في شوية ألغاز مهما حاولت ببساطة ملهاش إجابة. والنهاردة هنتكلم عن الألغاز دي. إيه اللي حصل لمقرمشات سلطع 2؟ كلنا عارفين إنه في فيلم سبونج بوب سنة 2004. مستر سلطع اتجنن أكتر من أي وقت على الفلوس، فقرر يفتح فرع تاني من مقرمشات سلطع. والحكاية دي فعلا شدت انتباه كل قاع الهامور، وكان هيبقى فيه افتتاح جامد لدرجة انه اتذاع في الاخبار. الموضوع كان كبير لدرجة ان المسكين سبونج بوب كان فاكر انه هيبقى المدير الكريستاسي كاسكارودو التاني. احنا كلنا عارفين ايه اللي حصل في الفيلم الجامد ده، فدلوقتي في الاخر ايه اللي حصل لمقرمشات سلطع 2؟ احنا ما شفناهوش تاني في اي حلقة تانية، ولا في الافلام، ولا حتى في الاعمال الفرعية. في ناس بتقول إن الموضوع كان كبير على مستر سلطع إنه يدير مطعمين في نفس الوقت، وفي ناس تانية بتعتقد إن الفرع التاني من مقرمشات سلطع أفلس. وحتى أكتر الناس جنان بيعتقدوا إن مقرمشات سلطع 2 ده عمره ما كان معمول عشان يبيع همبرجر أكتر، بالعكس كان معمول عشان غسيل الفلوس. والحقيقة إنه رسمياً عمرهم ما قدموا تفسير. في عالم سبونج بوب المطعم ببساطة اختفى. في الحقيقة أنا شايف إن مقرمشات سلطع 2 ده بطريقة ما كانش ضمن الأحداث الرسمية. وقبل ما تزعلوا قوي وتبدأوا تزعقوا عليا وتتحولوا لتيريان، عندي سبب. كل ده ليه علاقة بنبتون. ليه في أكتر من نبتون؟ في أول مواسم سبونج بوب الملك نبتون كان ليه هيبة، كان عنده شعر طويل وجسم ضخم زي جيجا تشاد. وبعدين في الفيلم ظهر نبتون وطلع أصلع خالص، وزنه زايد حوالي 200 كيلو وشكله تعبان خالص. وبعد كده في فيلم سبونج بوب اسفنجة في الهروب شفناه بشكل مختلف تماما. إزاي وليه؟ النظرية الأكثر منطقية إن تصميمه بيعتمد على الإحساس أو الجو اللي عايزين يطلعوا بيه. في فيلم 2004 كان لازم يخلوه غبي جدا وقريب يتطلق عشان الموضوع يشتغل. نبتون أو جيجا شاد كان ببساطة هيغلب الكل ويرجع قصره ياكل كرابيباتي. أكيد ده ما كانش هيبقى فيلم كويس، صح؟ يعني في الحقيقة لو دورت في أي مكان مش هتلاقي أي تأكيد رسمي لنبتون بيتغير كده كل شوية. يعني لو شفناه بكرة بيعترف إنه مثلي مش هتفاجئ. مين الأم الحقيقية لبرليتا؟ طب فهمني، ازاي حوتة تبقى بنت كابوريا؟ يا بيرلا متبناية دون كابوريا عمل حاجة غريبة جدا، لأن رسميا بيتقال إن دون كابوريا هو فعلا الأب البيولوجي لبرليتا. في كتاب تريفيا بتاع سنة 2000 ذكروا إن برليتا طلعت لأمها وإن الكابوريا فعلا هو الأب الحقيقي. يبقى السؤال هو فين الأم؟ عمرنا ما عرفنا عنها حاجة ولا حتى ظهرت في صورة. في ناس بتقول إن الأم في الآخر بقت من مكونات الكانجر برجر بتاعت دون كانجريخو، وفي ناس تانية بتقول إنها سابت دون كانجريخو عشان كان بخيل وطماع معاها وسابونا كده في حيرة. الموضوع إن ستيفن هيلنبرغ اللي هو المؤلف الرسمي كان فعلا ناوي يعمل حلقة كاملة في الموسم الخامس يحكي فيها كل قصة أم بيرلا، بس ببساطة لغوا الحلقة عشان يفضل الموضوع غامض. يعني أيوة كانوا فعلا هيدونا الحقيقة، بس ببساطة قالوا سيبكم تتلخبطوا بنظرياتكم الغريبة. وهنا احنا بنعمل الفيديو ده ازاي سبونج بوب وباتريك بقوا أصحاب. كتير ناس ساروا نفسهم لسنين ازاي الاتنين دول بقوا أصحاب، بس اللي ما يعرفوش ان في حلقة SB 129 من سبونج بوب احنا بنلاقي الإجابة. سكويدوارد بيتجمد وبيروح 2000 سنة قدام في المستقبل، وبعدين بيتنقل في الزمن وبيوصل لعصر الكهوف. وإيه اللي بنشوفه هناك؟ سبونج بوب وباتريك بنسختهم البدائية أصدقاء من أيام ما قبل التاريخ، واللي كتير من الناس ما خدوش بالهم منه إن اللي بيربط صداقة سبونج بوب وباتريك للأبد هو سكويدوارد، لأنه شافهم بيأذوا نفسهم زي رجال الكهف من غير عقل، فأداهم شباك علشان يصطادوا قناديل البحر. وهناك كمان هو اللي اخترع لعبتهم المفضلة. يعني باختصار سكويدوارد من غير ما يقصد جمع أغبى اتنين في قاع الهامور وخلاهم أعز أصحاب. إزاي في نار تحت المية؟ دي واحدة من أكتر الأسئلة اللي حيرت الناس. يعني إزاي أصلاً تولع نار تحت البحر؟ في حياة الإجرام سبونج بوب وباتريك سرقوا بالونة في اليوم العالمي للبالونات المجانية،
هربوا زي المجرمين وقعدوا حوالين الواي وتحت المية وفي نار. باتريك هو اللي قال لو احنا تحت المية ازاي ممكن يكون فيه؟ ومش دي المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها نار. في حلقة سبونج بوب اللي بيبوظ الحفلات، سبونج بوب استلم دعوة وباظت عشان هو عايش تحت البحر واتقرق عليها زي الأهبل، وفي الآخر ولع فيها كأن مفيش حاجة. هم حرفيا عارفين ان ده ملوش أي منطق، يعني هو موجود وخلاص، ولو مش عاجبك خلاص كده دورا مستكشفة، فبلاش تيجي تزعجني. سبونج بوب عنده كام سنة؟ بص، المفروض ان الاسفنج البحري تقريبا بيعيش للأبد، وممكن يعيش أكتر من الديناصورات. بس كده سبونج بوب عنده كام سنة؟ لقينا ده في حلقة وقت النوم. في رخصته بنشوف مكتوب انه اتولد في 14 يوليو 1986. احسبوها بس يا جماعة، المسلسل بدأ سنة 1999. هنا سبونج بوب كان لسه عيل صغير عنده 13 سنة بس. في فيلم 2004 كان عنده 18 سنة، عشان كده حطوا شنب. يعني لو فكرتوا فيها كان واضح انهم مش هيخلوه مدير مطعم سلطع برجر 2. الولد كان لسه بيطلع من سن المراهقة، يعني دلوقتي في سنة 2026 هيكون عنده 40 سنة. بقى راجل كبير وبيلبس قبعة، دلوقتي فعلا يقدر يبقى مدير مطعم سلطع برجر 2. بس زي ما انتوا عارفين المطعم اختفى وخلاص. بس لو هنتكلم بصراحة، سبونج بوب عقله متجمد عند سن 13 سنة وهيفضل كده على طول. احتمالات مستقبل سبونج بوب غريب زيه بالظبط. وفي الحقيقة هو مش عنده مستقبل واحد بس، ده عنده كذا مستقبل. أولاً في حلقة SB 129 كالاماردو بيسافر 2000 سنة قدام وبيقابل سفنجة اللي هو في الأساس سبونج بوب، بس حوالي 486 نسخة منه. يعني الاسفنجة مش بس بتعيش رغم مرور الزمن، دي كمان بتتكاثر زي الوباء. وبعدين في حلقة اسفنجة من الموسم الخامس، بوب بيحاول يهرب من كنادين البحر وبيروح يعيش لوحده. فشل، وفي الآخر بنى تماثيل عملاقة لنفسه علشان الكناديل تلزق فيها. بعد آلاف السنين، الجنون، التماثيل دي لسه موجودة وبقت تراث تاريخي. وفي الموسم 14 ورونا نسخة تانية من المستقبل. في الأول بيبان كأنه هولوجرام، بس بوب الحقيقي في المستقبل هو مكعب شفاف بعجل. يا لهوي على النسخ المستقبلية العجيبة دي. هو بس بيتطور مع الوقت، لكنه لسه مستحيل إيقافه زي دايما. ايه هو فعلا المكون السري في سلطع برجر؟ من اول ما بدأ سبونج بوب وبلانكتون عايش مهووس انه يسرق وصفة سلطع برجر. البكتيريا دي اللي ليها رجلين ما عندهاش اي حاجة تانية تعملها. عمل كل حاجة، روبوتات، تنكر، دخل جوه زجاجات، حاول يسيطر على سبونج بوب بالاغاني، وحتى حول مطعم كريستي كرب لحضانة. ودايما بينتهي بيه الحال وهو متبهدل. لحظته الحربية كانت في حلقة جيش بلانكتون لما جمع كل عيلته، ملايين وملايين من mini copias igual de locas que él. انتهى بيهم الحال محاصرين مطعم كريستي كراب، وقبضوا على مستر سلطع، واخيرا فتحوا الخزنة. ولما افتكروا انهم كسبوا، الوصفة بتقول ان المكون السري هو بلانكتون مطحون. بس ده كان مجرد هزار من مستر سلطع، وعمرهم ما عرفوا الحقيقة. سبونج بوب بيقول ان المكون الحقيقي هو الحب، وفي ناس تانية بتقول انه من السلطعون عشان اسمه بيقول كده ومفيش سلطعونات تانية. فانتوا شايفين ايه هو المكون السري؟ طيب لو عايزين تعرفوا، روحوا شوفوا فيديو بتاعنا عن أظلم نظريات سبونج بوب اللي طلعت صح، وهناك هنكشف لكم الحقيقة. ويلا يا جماعة، دي كانت كل الألغاز عن سبونج بوب. لو تعرفوا أي لغز تاني سيبوه في التعليقات. نشوفكم في الفيديو الجاي عن سبونج بوب.